مساء الفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بكل صحة وخير وسعادة. النهاردة الفيديو واللي بنتقال عليه قاتل الفلاج شيب سلسلة التي من شاومي. معانا النهاردة تجربة شاومي 13 تي. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، فعل زرار الجرس، ويلا بينا. الحقيقه السلسله دي بتقدم قيمه مقابل سعر بشكل كبير جدا. الجزء اللي في النص ما بين سلسله الريدمي او النوت وما بين سلسله شاومي. سلسله شاومي اللي بتبقى بريميوم قوي، سلسله الفئه المتوسطه من النوت او ريدمي. السلسله اللي ما بتاخدش فيها تنازلات كتير. اول حاجه في التصميم هتلاقي تصميم الكاميرا شابه جدا لتصميم الشاومي 13 برو وال13 العادي، اللي هم يعتبروا اجهزه الفلاج شيب من شاومي اللي ثمنه ضعف ثمن الموبايل ده. مش هتقدم تنازلات كتير لانك برضه هتاخد ظهر ازاز في اللون الاسود او اللون الاخضر او البيبي بلو اللي هو الجلد. الوان كويسين جدا، وان كان الاسود ما بيديش تفاصيل او شكل اوضح للموبايل. بتاخد فريم من البلاستيك وبتاخد طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 5 على الظهر وعلى الشاشه. الشاشه هنا بتكون من نوع اموليد بحجم 6.67، يعتبر برضو حجم كويس. الشاشه دي بتكون 6 بليون كلر HDR 10 بلس و2600 نتس شمعه اضاءه في البوصه الواحده. كثافه البكسلات بتكون 446 بكسل. حاجه كمان موجوده في الموبايل قويه جدا لعشاق الالعاب والناس اللي بتحب الريفريش ريت العالي. الموبايل هنا بيجي 144 هرتز، ولما نوصل للمعالج هنفهم ليه ال 144 هرتز مهمين جدا. الشاشه بصراحه ادائها على حواف الشاشه تقريبا هنا مش موجوده او رفيعه، فهيديك بالفعل مشاهده محتوى بجوده كويسه جدا. بالاضافه لتجربه الالعاب مع ال 144 هرتز على الشاشه دي هتبقى تجربه ممتعه للناس عشاق الالعاب. الموبايل بيجي باندرويد 13 مع واجهه شاومي 14 اللي بقى فيها تحسينات كتير جدا. يمكن كان زمان شاومي عندها مشكله في الواجهه وكانت ناس كتير بتتكلم على الموضوع ده، بس الواجهه دلوقتي بقت من نقط القوه. هذا موديل الحقيقه، مش الموديل ده بس، هنا فعلا الموبايل هتعمله تحديث اول ما يوصلك هيديك اداء كويس قوي. السوفت وير مش هتلاقي فيه مشاكل خالص. اتكلم بقى على المعالج الميديا تك 8200 اللي بيعتبر معالج هاي ميد رينج يرتقي الى معالج الفلاج شيب. ده اللي هيديك اداء كويس جدا في تنظيم الطاقه، البطاريه هتقعد معاك بشكل كبير. هيديك كمان اداء كويس قوي في الالعاب لو بتلعب العاب قويه بتلعب لمدة طويله والموضوع مهم معاك. المعالج ده هيكون من المعالجات القويه جدا في الالعاب وفي الجيمنج. ولاول مره نشوف في سلسله التي موبايل مقاوم للميه. فالموبايل هنا IP68، يعني يقدر ينزل الميه نص ساعه ولمسافه متر ونص تقدر تصور بيه عادي. لو اني ما بنصحش بالموضوع ده لان مقاومه الميه في كل الموبايلات بعتبرها للظروف الطارئه فقط. الموبايل بيجي بنسخه 12 جيجا رام مع 256 جيجا ذاكره. نوع الذاكره هنا هو نوع ذاكره الفلاج شيب UFS 3.1، نوع ذاكره سريع مع المعالج مع ال 256 جيجا اللي بتاخدها اوريدي وال 12 جيجا رام اللي بتقدر تزودهم عن طريق السوفت وير. فعلا هتاخد اداء فلاج شيب ما فيهوش كلام. نيجي بقى للنقطه اللي شاومي حاول فيها بقالها كتير جدا ونجحت فيها فعلا، وهي الكاميرات. فعندك 2 كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.9، وفي 2 اكس اوبتيكال زوم. كمان عندك OIS مثبت في التصوير. الفيديو بتاخد لحد جوده 4K، وعندك الكترونيك ايمج ستابلايزيشن او مثبت الكتروني، ده هيساعدك تعمل فيديوهات كتير. شاومي ركزت في الموبايل ده على حاجه الانيمال مود مثلا، وانت بتصور بالموبايل حاجات متحركه كتير قوي بتبقى بتصور حاجه وهي مش ثابته بشكل كبير. هنا لو صورت حاجه مش ثابته بياخد كل اللقطات بالمعالجه والذكاء الاصطناعي، بيطلع لك افضل لقطه ممكن تكون موجوده من مجموعه اللقطات اللي خدها. بالاضافه لان تصوير الموبايل في الفيديو مع المثبت الالكتروني هيديك جوده كويسه جدا. مع الفلوج مود بتاع شاومي هتقدر تعمل فلوجات وتقدر تعمل فيديوهات زي ما انت شايف تتحرك بالموبايل. ده هيكون بالنسبه لك مفيد جدا. فعلا الكاميرا في الاضاءه الليليه جامده جدا. تصوير الصور العاديه فعلا جامد بشكل غريب. بالنسبه لاداء المستشعرات خلاص يعني ما بقيناش محتاجين نتكلم فيها، لكن كل المستشعرات شغاله بشكل كويس جدا. والبصمه طبعا بصمه اوبتيكال تحت الشاشه، وده حال كل موبايلات شاشات اموليد، ولكن البصمه من شاومي في كل موديلاتها استجابتها سريعه جدا. اهم حاجه انت بتعمل البصمه اول مره تعملها مظبوط هتديك اداء كويس بعد كده عادي خالص. ونيجي اخيرا لل 5000 ملي امبير مع شحن سريع 67 واط. الموبايل هيتشحن معاك تقريبا في حوالي من 38 ل 40 دقيقه. والمعالج هنا معالجات ميديا تك، معالجات فيها ميزتين: الشبكه، وكمان بتقدر تنظم استهلاك الطاقه بشكل كبير. معالج مع ال 5000 ملي امبير بطاريه مع شحن سريع 67 واط مش هيكون عندك اي مشكله. سعر الموبايل 22999،
ولكن الميزه اللي عاملاها شاومي انها منزله سماعه ثمنها 4500 جنيه، سماعه بادز هديه على الجهاز، ومش هديه مع الحجز، لا هديه على كل الكميه. للاسف ده بقى تسعير الموبايلات المتوسطه، يعني الموبايل ده كان المفروض الطبيعي بتاعه يبقى ب 10 11000 جنيه، ولكن مع اختلاف سعر الدولار اللي كلنا عارفينه ده بقى السعر الطبيعي لموبايلات الفلاج شيب كيلر. اشكركم يا رب، ما كنتش طولت عليكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات جايه. سلام.